ولسه متواصلين اعزائي المشاهدين من داخل فعاليه جديده من فعاليه الاولى من مؤتمر الاعلام العربي الدولي، وسعدنا وشرفنا ان نلتقي بقى بلقاء مثمر وجميل بزميلتي الجميله اللي هي مكسره الدنيا على القنوات الفضائيه والتواصل الاجتماعي، أميرة أحمد. مرحب بيكي. اهلا بيك والله. اخبار حضرتك ايه؟ كويس الحمد لله. والله انا مبسوطه جدا اني شفتك النهارده. وانا كمان اسعد. يا رب تسلم. منوره الفعاليه ومنوره الريد كاربت اللي احنا واقفين عليه النهارده. احكي لنا بقى الفعاليه كانت عامله ايه النهارده والتنظيم كان عامل ازاي وايه اللي عجبك في الفعاليه؟ اول حاجه المهرجان منور بيك طبعا مؤتمر. في البدايه بحب اشكر طبعا دكتور جمال بيومي على استضافتي في المؤتمر، ميرسي جدا لحضرتك. والحقيقه التنظيم ممتاز جدا جدا جدا، وشايفه نخبه كبيره جدا من رؤساء المهرجانات والدكاتره وكمان المذيعين زي حضرتك كمان منورين الدنيا، ويعني قامات وقيمه. وده طبعا اللي دل على شيء، فهو يدل ان هو انسان ناجح جدا وشاطر في شغله، مجتهد، بيقدم شيء للناس مهم وليه شعبيه كبيره جدا. سؤال بقى بالنسبه للاعلاميين، احنا زي بعض، ايه رايك في يعني منظومه الاعلام الجديده ومنصات التواصل الاجتماعي، ويعني خصوصا في حتى الاونه الاخيره، ايه رايك فيها؟ والله انا شايفه انها كويسه جدا، بس حاليا كل المنظومات بتتجه للسوشيال ميديا. يعني السوشيال ميديا دلوقتي بقت منتشره في كل مكان، غالبا برضو التلفزيون ما بقاش يتشاف زي الاول. اي حد بيتشهر بقى على السوشيال ميديا، سواء برامج او مؤتمرات والكلام ده كله. شايفه برضو انها دي حاجه كويسه جدا، بقت تقرب المسافات ما بين الناس، وتبقى طرق التواصل سهله جدا، ما بيبقاش صعوبه زي الاول. انت كده بتتكلمي عن نقطه الايجابيات. السلبيات طبعا انه في ناس كتيره جدا بتستخدم السوشيال ميديا بطرق سلبيه وغلط. كمان في مشاهد العنف اللي احنا بنشوفها المسلسلات دي بتتعرض لاولادنا في البيت والاهالينا، ده كمان بيطلع جيل سلبي عنده طاقه سلبيه كبيره جدا. وللاسف في شباب كتير جدا ضعفاء يعني شخصيه، فممكن اي حاجه تاثر فيهم. يعني السلبيات دي دخلت بيوتنا واثرت على اولادنا، خاصه المسلسلات اللي فيها بلطجه والشغل اللي فيه سنج والسلاح، ده كتر جدا سبل القتل للاسف. وحضرتك طبعا سامعه جرائم كتيره جدا، واخر واحده بتاعت التجمع الخامس اللي الراجل ده قتل زوجته وهي لها بنتين اطفال. فليه ده كله؟ بسبب بس خلاف بسيط جدا، ما بقاش فيه حتى روح تفاهم، ما بقاش فيه مكان للنقاش. عايزين نعرف بقى الساده المشاهدين برضو ايه الفرق ما بين الاعلام التقليدي والاعلام الحديث في الاونه الاخيره؟ هو التقليدي ان انت ممكن تقلد اي برنامج، ممكن تطلع اي حد شفته ناجح فتحب تقلده، التقليد اعمى. القنوات الفضائيه بالظبط تقليد اعمى بدون اي تصحيح، او حتى ما بتعيدش هيكله الموضوع، فبيظهر للناس بشكل مختلف، فبقى شيء متعودين عليه جدا، ما بقى مستهلك، ما بقاش في حاجه مهمه جديده بتتقدم للناس. الاعلام بقى الحديث اللي هو بقى على السوشيال ميديا، زي ما قلت لك السوشيال ميديا، ان في ناس بقت تقدم برامج على السوشيال ميديا مش تلفزيون. طبعا ده من نوع من انواع طبعا الاعلام. انا بتكلم بقى على التواصل الاجتماعي والتحول الرقمي والحاجات دي كلها، دي اعلام ايه؟ يعني كلمنا عن الاعلام الحديث ده. والله انا شايفه ان هو برضو في تطور كبير جدا، وده حاجه كويسه. وزي ما قلت لك الاعلام الحديث بقى يوفر للشباب فرص كبيره جدا ان هم يشتغلوا، فرص عمل سواء شهره او على المجال الشخصي، غير الاول كان كل حاجه محدوده، بس يعني كان قليل جدا انك تسمع عن مذيع او مذيعه في البرامج. بالظبط. زي مثلا عمرو اديب، لميس الحديدي. في الاذاعه كده كمان، يعني حتى زمان كنا بنستمتع بالاذاعه الجميله، يعني مذيعات كتير جدا كنا بنستمتع واحنا صغيرين وتربينا عليهم كمان. وحتى برضو الاعلام الحديث بالنسبه لاذاعه الراديو برضو في تطورات، بس برضو احنا بنرجع للماضي اكثر. بالظبط. بقول لك ايه، دايما كل ما هو حديث هو قديم. بالظبط. ليه بقى؟ احنا دلوقتي انا ملوش ماضي وملوش حاضر. ملوش حاضر فعلا، واحنا ماضينا الراديو وكلنا اتربينا عليه. لحد دلوقتي انا والدتي لحد دلوقتي بتسمع في البيت في المطبخ، ودلوقتي ما فيش ربة منزل او سيدة بيت ما عندهاش راديو في البيت. اذاعه القران الكريم صوتها من بعد الساعه 1 بالليل او 12 بتوديك في عالم تاني خالص، بتفصلك عن كل حاجه. يعني ده طبعا بالنسبه لي انا افضل مليون مره من التلفزيون، لان انا بستمتع. وخاصه ان في مذيعين كتير بيعيشوك شعور اللي انت قاعد معاهم. ايه الجديد بقى بالنسبه ليكي والاخر حاجه يعني؟ والله الجديد انا حاليا بظبط مهرجان على السوشيال ميديا ان شاء الله، طبعا مع اميره. مبروك. الله يبارك فيك يا رب. طبعا اميره احمد. ما انا هقول مع اميره. لا ده طبعا هننزل بيه في الشارع ان شاء الله، وهننزل برضه في مؤتمرات ومهرجانات كبيره. طبعا بخصوص ان انا بنزل في مؤتمرات كتيره جدا الفتره دي، فبنزل تغطيات وفعاليات، فده طبعا اضافه لشغلي وليا، وطبعا بعدك انت، يعني انت الكل في الكل، وانت الاعلام كله.
بالتوفيق دايما، وانرتينا هنا في الفعاليه الجديده من اولى فعاليات المؤتمر الاعلامي العربي الدولي، وان شاء الله ما يكونش اخر لقاء، دايما لقاءات اخرى مع بعض مع اميره احمد. شكرا. ميرسي جدا. حبيبي تسلم يا رب. يا رب. جدا.